قال جمع من أهل العلم عن الاعتكاف في تعريفه إنه قطع العلائق عن الخلائق للاشتغال بعبادة الخالق، وقالوا إنه لا اعتكاف إلا بصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكف إلا صائم، لأن اعتكافه المحفوظ كان في رمضان، ولأنه لما قضى العشر الأواخر من رمضان لما أنه عرض له عارض جعله يقطع الاعتكاف، اعتكف العشر الأول من شوال، وهذه تصادف 6 شوال، ففهموا إنه لا اعتكاف إلا بصوم. وبعض أهل العلم شرط لصحة الاعتكاف الصوم، ولكن الصواب إنه سنة مستحب الصوم إذا تيسر المرء، ولو اعتكف من غير صوم فاعتكافه صحيح ولا غبار عليه.